اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد ملخصاتنا، ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع طفلين بيجروا جوه طرقة في قصر كبير وبيحاولوا يهربوا من حاجة، وبنلاقي واحد جاي ومحطوط جواه سهمين وبيهرب من حد، فبيمسك في الطفل الكبير وبيقول له الحقني يا دانييل. لكن دانييل بيخبي أليكس أخوه الصغير في الدولاب وبينادي على حد ويقول له إن الراجل هنا، فبيجي مجموعة من الناس وبيضربوا الراجل بأسهم في جسمه لحد ما يموت. بتعدي فترة كبيرة وبنشوف جرايس اللي بتبقى عروسة جديدة في يوم فرحها ولابسة فستانها الأبيض، وبتبص على نفسها في المراية وبتبدأ تتكلم مع نفسها وتقول أخيرا جه اليوم اللي هنضم فيه لعيلتك الكبيرة، وبيبقى قصدها على جوزها. وبتتفاجئ إن أليكس جوزها واقف على الباب وبيسمعها وهي بتتكلم، فبيشكرها إنها بتحبه للدرجة دي. وبيجي أخو دانييل وبيقول له إنهم جاهزين يكملوا المراسم ويبدأوا الفرح، فبيقول له أليكس إنه نازل وراه. بعدين أليكس بيسأل جرايس لو عندها اعتراض على الجوازة، لكن جرايس بتقول له إنها بتتمنى تتجوزه من زمان ومش بتفكر ترجع في الجوازة منه دلوقتي، فبيقرب منها وبياخدها وبينزل يكمل مراسم الجواز. وبتبقى عيلة أليكس كلهم قاعدين في الفرح وبيسقفوا لهم. بنشوف وقتها دانييل وهو واقف مع توم عمه وبيقول له إنه فرحان بجواز أخوه، لكن عمه بيتريق على جوازه من جرايس وبيقول له كان دور على واحدة أحسن من دي. في نفس الوقت جرايس بتشوف واحدة ست كبيرة وشكلها مخيف قاعدة على كرسي وبتبصلها، وبتبقى هيلين عمة أليكس، لكنها بتخاف منها وبتحاول ما تبصلهاش كتير وبتكمل مراسم الجواز. بعد شوية بيطلع أليكس وجرايس لأوضتهم عشان أول ليلة مع بعض بعد الجواز، وبتبقى جرايس فرحانة إنها اتجوزت أليكس وبتقرب منه جامد، لكن بتتفاجئ بهيلين وهي داخلة عليهم من باب جانبي في الأوضة وبتلاقيها بتقول إن العيلة مستنياهم تحت عشان يكملوا الطقوس. بس جرايس ما بتبقاش فاهمة حاجة، وأليكس بيقوم يقفل الباب ورا عمته، فبتسأله جرايس عن الباب ده وبيقول لها إن ده باب سرداب للخدم بيعدي على كل الأوض اللي في القصر. وبعدين بتسأله عن الطقوس اللي قصدتها عمته، فبيقول لها إن من طقوس عيلتهم إن أي عروسة أو عريس ينضم للعيلة بتاعتهم جديد لازم يلعب معاهم لعبة. وبتفرح جرايس وبتبقى مفكرة إنها هتتمتع معاهم لأنهم أغنياء جدا وعيلتها كانت فقيرة. وبينزلوا لتحت وبيلاقوا العيلة كلها متجمعين وبيعرفها أليكس بعيلته، وبيبقى أليكس أخوه وتوم عمه وهيلين عمته اللي شكلها مخيف وساكتة طول الوقت، ومعاهم بيكي مامته وستيفانز الخادم الأكبر للقصر ومع العيلة من يوم ما اتولد، وبقية الناس قرايبهم. بيبدأ توم يحكي عن ازاي يختاروا اللعبة اللي هيلعبوها في الليلة دي، وبيحكي عن جدهم الأكبر اللي حدد حاجات معينة يختاروا على أساسها اللعبة، وبيقول إن جدهم ساب صندوق صغير فاضي وبيحطوا جواه كارت، والشخص اللي انضم للعيلة جديد يسحبه ويشوف الكارت فاضي ولا اتكتب فيه ايه. فبتستغرب جرايس ان الكارت هيبقى فاضي وازاي هيدخل جوه الصندوق ويطلع مكتوب فيه اللعبة. بيعدي توم الصندوق على كل العيلة عشان يتفرجوا عليه، ولما بيوصل لجرايس بتفضل تقلب فيه، لكنها بتلاحظ هيلين وهي بتبصلها فبتخاف وبتديه لفيتش واحد قريبهم. بعد كده توم بيوريهم الكارت الفاضي وهو بيحطه جوه الصندوق، وبيدي الصندوق لجرايس علشان تشوف الكتب فيه ايه. وبتطلع جرايس الكارت وبتلاقي مكتوب فيه لعبة الاستغماية، فبتضحك وبتفكر انها لعبة عادية من بتاعة الاطفال. اما أليكس بيبقى حاطط ايده على قلبه من الخوف، ولما بيلاقي اللعبة استغماية بيقلق وبيبقى مصدوم لانه عارف اللعبة دي بالنسبة لعيلته تبقى ايه. فبيقول توم لجرايس ان اللعبة المفروض انها تجري جوه القصر تستخبى منهم، وهو هيعد لحد 100 وبعدين هيطلعوا كلهم يدوروا عليها. وبتصدق جرايس انها لعبة عادية وبتجري تدور على مكان تستخبى فيه. اما توم بيفضل يعد لحد 100 وبيوزع اسلحة على باقي العيلة، وبتبقى من ضمن طقوس اللعبة انهم يصطادوا العروسة الجديدة ويقتلوها، وده عشان جدهم الاكبر عمل اتفاق مع الشيطان انهم يقتلوا عروسة جديدة في ليلة فرحها قبل شروق الشمس. ولما بيخلص توم العد بتكون جرايس استخبت في دولاب صغير، وبتطلع العيلة تدور عليها وفي ايد كل واحد فيهم سلاح. بعد شوية جرايس بتزهق وبتطلع من الدولاب وبتفضل تتنصت على صوتهم، لكن أليكس بيطلع فجأة من أوضة وبيسحبها لجواها وبيقول لها تستخبى جنب السرير. وبتسمع الخدامة بتاعة القصر كلارا صوت، فبتطلع تدور على طفل صغير اسمه جورجي من أبناء العيلة. فبتفتح الأوضة اللي فيها أليكس وجرايس وبتفتش فيها، لكن فجأة بتتضرب بالنار في دماغها وبتقع على الأرض ميتة. وبتجتمع العيلة على صوت واحدة منهم وهي بتقول انها لقيتها. ولما بتوصل العيلة بتلاقي الخدامة بتاعتهم هي اللي ماتت، وبيفضلوا يتكلموا عن طقوس اللعبة، وكل ده جرايس بتبقى سامعاهم وبتستغرب من طقوس اللعبة اللي بيلعبوها، وبتعرف انهم بيدوروا عليها عشان يقتلوها.
فبتكتم صوتها بايديها وهي بتعيط وبتبص على أليكس كأنها بتقول له ايه اللي انا سامعاه ده وايه الطقوس الغريبة دي. وبيجي توم ودانييل يشيلوا جثة كلارا ويطلعوها بره الأوضة. فبتحاول جرايس انها تطلع لكنها بتسمع صوت واحدة جاية وبتقول انها نسيت مسدسها. بعد ما بتطلع البنت دي بيجري دانييل يقفل الباب ويتكلم مع جرايس انها تهرب وانه لازم ينقذها من عيلته. فبتلوم انه كان عارف الطقوس دي وما قالهاش، وكمان انه تقدم لها وعاوز يقتلها مع عيلته، لكنه بيقول لها انها هي اللي جريت وراه وكان لازم يتجوزها عشان يكمل الطقوس دي، لكنه بيحبها ومش عايزها تموت. وبياخدها ويدخلها السرداب اللي في الأوضة وبيقول لها تروح على المطبخ وبيوصف لها الطريق علشان تهرب منه على الجنينة. لكن العيلة بيبقوا واقفين في الطرقة وبيتكلموا مع بعض عن جرايس وانهم لازم يقتلوها عشان يكملوا طقوس العقد بتاع جدهم. وقتها بتكون جرايس طالعة من الباب اللي على الطرقة قدامهم لانها بتتلخبط بين الباب بتاع الطرقة وباب المطبخ. فبيطلع توم بندقيته وهيضربها لكنها بتجري منه فجأة على الأوضة وبتقدر انها تهرب. لكن هيلين بتجري وراها تدور عليها بس جرايس بتقدر تهرب منها وبتروح على أوضة المكتب وتحاول تتصل بحد يلحقها. لكن دانييل بيدخل عليها وبتخاف انه يقتلها، لكنه بيقول لها انه هيسيبها لمدة 10 ثواني تهرب وده علشان اخوه أليكس. فبتترجى انه يساعدها تهرب لكنه بيبدأ في العد وبتخاف منه وبتهرب. وبيبقى أليكس وصل لأوضة المراقبة وبيحاول يشغل الكاميرات علشان يشوف جرايس ويساعدها في الهرب. وبتتجمع العيلة عند دانييل في أوضة المكتب وبيتكلموا معاه عن أليكس وانه طلع من اللعبة لانه ما بيحبش يعمل زيهم. وبيعرض عليهم توم انهم يروحوا غرفة المراقبة ويشوفوا جرايس فين عن طريق الكاميرات. لكن هيلين بتعترض وبتقوله ان ده مخالف لطقوس اللعبة القديمة. فبيقول لها توم ان جدهم لو كان معاه التحديثات الجديدة بتاعت الزمن ده كان استعملها، وعشان كده ده مش هيبقى من العادات القديمة. وبتعرض واحدة عليهم انهم يجيبوا اسلحة حديثة عشان يصطادوا بيها جرايس. لكن توم هو اللي بيرفض وبيقول لهيلين ان ده مش من الطقوس القديمة اللي المفروض يلتزموا بيها. بعد كده بتقول لهم هيلين ان أليكس هيتعود على فقدان جرايس بعد الموت زي ما هي اتعذبت بسبب قتل جوزها، برغم انها كانت بتحبه وانه اكيد هيتغير زي ما هي اتغيرت. وبيروح توم ودانييل على أوضة المراقبة لكن أليكس بيبقى فيها وقافل على نفسه وبيراقب جرايس. فبيلاقيها في المطبخ وبيدخل عليها ستيفنز فبتستخبى جنب الترابيزة وبيحضر ستيفنز الشاي لكنه بيسمع صوت حد معاه في المطبخ. فبيدور على حد لكن جرايس بتهرب منه وبتستخبى وبتعمر بندقيتها فبيسمعها ستيفنز وبيشك ان في حد معاه لكنه بيكمل غنى. في نفس الوقت أليكس بيفتح الابواب لانها مقفولة الكترونيا وبيلاقي ستيفنز باب المطبخ اتفتح فبيروح يشوف مين اللي بره. وهنا جرايس بتقف وراه وبتصوب بندقيتها في وشه، ولما بيضير ظهره بتحاول تضربه بيها لكن بيطلع الرصاص في شنك وكان محطوط للعرض بس. فبيمسك البندقية منها وبيحاول انه يضربها لكن جرايس بتمسك براد الشاي وتحط المية على وشه فبيتأذى جامد. وبينادي على باقي العيلة علشان تلحق جرايس وتقتلها. في الوقت ده بيدخل توم ودانييل على أليكس الأوضة وبيضربوه على دماغه وبيغمى عليه وبياخدوه الأوضة وبيربطوه في السرير. ولما ستيفنز بينادي على العيلة بيلاقي جرايس هربت من الباب الخلفي للمطبخ فبيرجعوا لأليكس وهو مغمى عليه وبيكتفوه بكلبشات في السرير وبيبقوا مش عارفين يعملوا معاه ايه لانه مخالف لطقوس العيلة. فبتحكي لهم هيلين ان هو الوحيد اللي قابل جدهم الاكبر وحكى له كل حاجة بشكل خاص. لكن توم ما بيبقاش مصدق قصة أليكس وبيقول لها انه اكيد كذاب لانه كان وقتها طفل وازاي هيفتكر اللي حصل في صغره. فبتبص له هيلين كأنها بتحذره يقول حاجة هو مش قدها لان جدهم الميت ما بيكدبش. وبيطلعوا كلهم من الأوضة وبيبقى أليكس بيمثل عليهم انه مغمى عليه وبيسمع كل كلامهم عنه وعن جرايس. في نفس الوقت جرايس بتكون واقفه بره الشباك وبتسمعهم وهما بيتكلموا وبتعرف ان أليكس بيحبها بجد وانه مش زي عيلته لانه كاره للطقوس دي. وبتبقى عاوزه تنط من فوق السطح للجنينه عشان تهرب ولما بتنط بتلاقي فيتش قاعد في اوضه الجنينه قدامها فبتجري منه وتهرب على حظيرة الحيوانات وبتدخل تدور على اي حاجة تقدر تساعد نفسها بيها لكنها بتشوف نور كشاف جاي ناحيتها فبتستخبى منه لحد ما بتشوفه وبتلاقي جورج الطفل وبتبقى فرحانة انه جه وما بتشكش فيه لانه طفل وبتطلب منه يساعدها على الهرب. لكن جورج بيبقى معاه مسدس وبيضرب جرايس بالنار لكنه ما بيعرفش يصوب كويس وبتيجي الرصاصة في ايديها تخرمها فبتجري عليه وبتضربه بالقلم فبيغمى عليه وبيقع لكنها بتقع هي كمان في مخزن الحظيرة.
الحظيرة، وبتلاقي جوه المخزن جثث ميتين كتير، فبترجع وبتبقى قرفانة وبتفضل تصرخ من الألم، وبتقطع حتة قماشة من فستانها وبتربط بيها ايديها، وبتشوف سلم نازل للمخزن فبتطلع عليه لكنه بيبقى قديم ومكسور فبينكسر بيها وبيقع، وبتمسك في الحرف بإيد واحدة لأن ايديها التانية متعورة بسبب الرصاصة، لكنها ما بتقدرش تستحمل الألم وبتمسك بإيديها التانية وبيبقى في مسمار تحت ايديها وبتصرخ جامد من الألم. بعدين بتخرج تهرب وسط الجنينة وبتشوفها واحدة من العيلة فبتضرب عليها سهم لكنها ما بتعرفش تنشن، وبتنادي على بقية العيلة فبيجري ستيفنز وراها لكنها بتستخبى منه وبتروح على البوابة، فبيبلغ ستيفنز بقية العيلة انها راحت ناحية سور الجنينة وبيقول لهم انه هيروح يجيبها لهم، وبتبقى العيلة مستنين خبر ان ستيفن يمسك جرايس، وبيروح دانيال مع مراته علشان يرموا جثث اللي ماتوا في الحظيرة، لكنهم بيلاقوا جورجي مغمى عليه وبتفوقوا مامته وبتسأله عن اللي حصل، فبيقول لها انه ضرب جرايس بالنار لكنها جت في ايديها فضربته واغمى عليه، فبتسأله مامته ليه عاوز ينضم ليهم في قتل جرايس، فبيقول لها علشان هما كلهم بيعملوا كده وعاوز يساعدهم، فبتفرح بيه مامته. اما جرايس بتكون وصلت للسور وبتدور على اي مكان في البوابة تخرج منه، فبتلاقي حديدة منه مكسورة فبتشيلها وبتحاول تهرب من مكانها لكنها بتتعور جامد، بس بتصمم تخرج عشان تلحق العربية اللي جاية من بعيد وتركب معاها، ولما بتوصل العربية عندها بتحاول جرايس توقفها لكن السواق بيدوس بنزين وبيجري بسرعة، فبتعيط جرايس انه موقفلهاش وبتهرب جوه الغابة، وبيوصل ستيفنز للسور وبيلاقي جرايس كسرت البوابة وهربت منها للغابة، فبيطلع يدور عليها وبيكلم العيلة يقول لهم على مكان جرايس وانه مش هيرجع غير وهي معاه، وبتستخبى جرايس ورا الشجرة لحد ما ستيفنز يبعد عنها، وبتفكر انه مشي لكن بيظهر لها فجأة وبينزل من العربية عشان يمسكها، لكنها بتهجم عليه وبتخنقه بقماشة وبتركب عربيته وبتجري بيها وبتبقى مفكرة انه مات، بس ستيفنز بيطلع لسه عايش ما ماتش، وبتهرب جرايس بسرعة على الطريق وبتفتح اللاسلكي اللي في العربية تطلب منه يكلم الشرطة، لكنه بيعرفها ان العربية دي مسروقة وانه هيوقفها لحد ما الشرطة توصل، فبتترجى انه ما يعطلش العربية لكنها بتقف في وسط الطريق وبتبقى تعبانة من كتر الجري فبتنام، وقتها بيوصل لها ستيفنز وبيكسر الازاز وبيحقنها بمخدر وبيكتفها وبيحطها في الكنبة اللي ورا، وبيبقى اثر الحقنة باين على جرايس، وبيتهيأ لها ان أليكس هو اللي سايق بيها، فبتحاول تركز لكنها بتلاقي ستيفنز هو اللي معاها وراجع بيها على القصر، وبتلاقيه بيتصل بالعيلة فيديو كول وبيفرجهم عليها وهي متكتفة في عربيته، وبيبقى معلي صوت الاغاني ورايح على القصر، لكن العيلة بتشوف جرايس وهي بتحاول تضرب ستيفنز وبينادوا عليه عشان يلحق نفسه لكنه ما بيسمعهمش من صوت الاغاني العالي، فبتضربه جرايس برجليها والعربية بتتقلب بيهم وسط الغابة، وبتنزل جرايس من العربية وبتحاول تهرب لكن دانيال بيجيلها وبيتكلم معاها وبتترجاه انه يساعدها، لكنه بيقول لها ان الوحيد اللي يقدر يساعدها هو أليكس لكنه مربوط دلوقتي، وبيضربها بالبندقية على دماغها فبيغمى عليها، وبيطلع توم من وسط الاشجار وبياخدوها على القصر. في نفس الوقت بيبقى أليكس قرب يكسر السرير اللي مربوط فيه وبيحاول انه يلحق جرايس قبل ما تتقتل، لكن العيلة بيكونوا رابطين جرايس على ترابيزة وراسمين تحتها نجمة ثلاثية، وبيبقى ده شعار تقرب للشيطان، وبيبداوا يقولوا التعاويذ بتاعت العهد اللي بينهم وبين الشيطان عشان يقدروا يكملوا حياتهم ويفضلوا عايشين. كمان بيبقى من ضمن الطقوس مشروب معين بيشربوا منه كلهم وبيخلوا الكل يشرب منه، وبيبقى دانيال اخر واحد في الدور لكنه ما بيشربش منه، واللي بيطلع حاطط سم في المشروب ده، فبيحصل لهم تعب وبيرجعوا كلهم وبيبدأ يظهر عليهم آثار السم، وبيلاقوا دانيال هو اللي عمل فيهم كده، وبيفك دانيال جرايس من الترابيزة علشان يهربها، وبيجروا على الطرقة لكن بتلحقهم مراته وبتحاول تضرب جرايس، لكن دانيال بيدافع عن جرايس وبيقف قدامها علشان مراته ما تقتلهاش، بس الرصاصة بتيجي في رقبته، بتجري عليها جرايس وبتضربها علشان تهرب منها، وبعدين بترجع لدانيال تشكره انه ساعدها وبتمشي وبيموت، وبتروح على الأوضة اللي في الدور التاني لكن بتدخل عليها بيكي والدة أليكس وبتتكلم معاها، فبتهجم عليها جرايس وبتفضل تضرب على دماغها بحاجة لحد ما بتقتلها، وبيكون أليكس فك نفسه وبيدور على جرايس وبيلاقيها قتلت مامته، فبتشوفه وبتعتذرله انها عملت كده في مامته، لكن بيعتذر لها هو كمان وبيطلب منها تسامحه لانه السبب في توريطها وبيمسكها من دماغها، بس جرايس بتحس انه ماسكها جامد، وبيبدا أليكس يفتكر مامته وبتبدا جواه روح الانتقام، وبتلاقيه بيكتفها وبينادي على بقيه عيلته، وبتوصل بقيه العيله وبيفرحوا ان أليكس رجع ليهم وبقى معاهم، وبيطلبوا منه يكمل معاهم بقيه الطقوس،
فبياخدوا جرايس وبيربطوها على نفس الترابيزة وبيبدأوا في تنفيذ الطقوس. وبيمسك أليكس سكينة عشان يكمل الطقوس ويقتل جرايس ويقدمها قربان للشيطان. بس بتقدر جرايس انها تمسك ايد هيلين وبتشدها، فبيضربها أليكس بالسكينة في كتفها بدل قلبها. في الوقت ده بتصرخ هيلين وبتروح تفتح الستارة وبتلاقي الشروق جه والشمس طلعت، والطقوس ما بتتعملش فبيحسوا انهم هيموتوا، لكن بيلاقوا نفسهم لسه عايشين. وبيقول لهم أليكس انه كان شاكك في الاتفاق اللي بين جده وبين الشيطان من البداية، وانه كان بيضحك عليهم. وبيبدأوا يتكلموا عن العائلات اللي اتحرقت واللي ماتت بسبب نقد الاتفاق اللي بينهم وبين الشيطان. بس أليكس بيقول لهم انهم ما ماتوش ولا حصل لهم حاجة، وده لان الاتفاق ده ملهوش اي اساس من الصحة، وان جدهم عايشهم في وهم من صغرهم على حاجة مش موجودة. لكن توم بيبقى مصدق في الاتفاق ده وبيقول لهم ان جدهم ما قالش حاجة غلط وانه كان بيتكلم جد من البداية. وبتبدأ هيلين تنهار وبتقول لهم حتى لو مفيش طقوس فلازم جرايس تموت، وبتمسك البلطة اللي معاها وبتهجم على جرايس لكنها بتنفجر. وبتبدأ العيلة تحس ان الاتفاق كان بجد وان الشيطان بالفعل موجود بينهم دلوقتي. وبيبصوا على كرسي جدهم وبيتكلموا معاه، لكن كل واحد منهم بيبدأ ينضرب وينفجر واحد ورا التاني. وبتهرب مرات دانييل بعيالها فبينفجروا بره، وبيحاول توم انه يتكلم مع الشيطان ويقوله انه حاول ينفذ الطقوس بشكل صح لكنه بينفجر هو كمان. وبيفضل أليكس هو وجرايس واقفين لوحدهم، وبيطلب من جرايس انها تسامحه لكنها بتبعد عنه وبتقوله ما يقربش منها، وبتخلع له الخاتم بتاع جوازها منه وبتقوله انها عاوزة تتطلق وبترميه في وشه، وبينفجر أليكس هو كمان. وبتفضل جرايس لوحدها وعليها دم من الناس اللي انفجروا، فبتضحك عليهم وبتبص للكرسي اللي المفروض بتاع جدهم، وبتشوف شعاع النار طالع ومبين واحد قاعد على الكرسي والمفروض ان هو ده الشيطان. وبيبص لها وكأنه بيقول لها تمشي من البيت، فبتطلع جرايس من البيت وهي منتصرة عليهم، وبتفضل هي الوحيدة اللي عايشة بعد كل ده. واول ما بتطلع من القصر بيولع كله، وبتبقى النار مولعة في كل حتة فيه. وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.